السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من مطبخ ايمي، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنعمل القرص الطرية زي ما انتم شايفين كده، او القرص الفلاحي على حسب ما بتسموها طبعا. هنعملها باللبن الرايب، وهقولك على بدايل اللبن الرايب كمان. زي ما انتوا شايفين انا عاملة جزء منفوخ شوية وجزء سمكه قليل، عشان اعرفكم اذا كانت هتنشف معاكم ولا لا، وهقول لكم ازاي ما تخلوهاش تنشف. بصوا زي ما انتوا شايفين كده من جوه عاملة ازاي منفوخة وشكلها حلو جدا، وحتى اللي سمكها رقيق والله طلعت طرية وحلوة جدا، ما فيهاش اي مشكلة. مع كوباية شاي بلبن كده او كوباية شاي الصبح، يا سلام. يلا بقى بينا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجة معايا كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده. الدقيق بتاعي جايباه سايب، او هاتيه اكياس ما فيهاش اي مشكلة، بس اهم حاجة يتنخل سواء اكياس او سايب، لازم يتنخل كويس جدا. ومعايا لبن رايب وعليه حليب، وكمان كوباية الا ربع سمنة زي ما انتوا شايفين كده، انا سيحتها ورجعت جمدت تاني. وعليها معلقتين قشطة، وكوبايه الا ربع سكر بودره. لو انتي مش حابه ان هي تبقى مسكره قوي، خليها معلقه او معلقتين بس. ومعايا معلقه خميره ونص معلقه بيكنج باودر، ومعلقتين لبن نيدو ورشه ملح ومعلقه خل. وهقول لكم على بدايل الحاجات الضروريه دلوقتي. اول حاجه زي ما انتوا شايفين كده، انا هحط المقادير الجافه بتاعتي اللي هي السكر واللبن والخميره والبيكنج باودر ورشه الملح. دي المقادير الجافة، هحطها وابتدي اقلب الدقيق بتاعي كويس جدا. وبعتذر عن الاضاءة ان هي عمالة تروح وتيجي، علشان بس انا سرعت الفيديو. وهنا بقى هنزل بالسمنة بتاعتي. السمنة انا سيحتها ورجعت جمدت تاني طبعا عشان الجو ساقعة. وحطيت معلقة الخل وكمان معلقتين القشطة، وهبتدي ابس الدقيق بتاعي. اقولك بقى على بديل القشطة، او هتعملي ايه لو انت ما عندكيش قشطة. لو انت ما عندكيش قشطة، انا القشطة دي بتبقى وش اللبن بتاعي اللي انا بجيبه كل مثلا شهر. بحوش القشطة في علبة واحطها في الفريزر، وببتدي استعمله لما احتاجه. لو انت ما عندكيش بقى قشطة، هتجيبي اي علبة قشطة من السوبر ماركت وتستعمليها عادي جدا. لو مش عايزة تستعملي خالص القشطة، استغني عنها. وممكن تزودي السمنة من كوباية الا ربع لكوباية ونص على حسب ما انت عايزة. متاح ليكي لحد كوباية ونص. انا مرضتش ازود السمنة قوي علشان ما تبقاش القرص دسمة بالسمنة. عايزة اقول لكم ان انا مستخدمة زبدة مش سمنة، اللي هي كريستال، لو فاكرينها كنا جايبينها في الفيديو بتاع المشتريات. هي دي اللي انا مستخدماها. ما استخدمتش سمنة اللي هي المهدرجة، انا استخدمت اللي هي كريستال الزبدة. خلاص كده. هنا بقى هبتدي احط اللبن الرايب وعليه شوية حليب. طبعا انا دفيته. هو كده خلص معايا اللبن الرايب، خلاص هبتدي استعمل حليب عادي جدا. لو انتي بقى ما عندكيش لبن رايب، هتستخدمي زبادي، بس طبعا هيكون بدرجة حرارة الغرفة، مش هتسخنيه. لو انت ما عندكيش زبادي او مش عايزه تجيبي زبادي، هتستخدمي الحليب العادي اللي احنا بنشربه ونعجن بيه، بس هتدفيه شويه. خلاص كده. انا هنا اللبن الرايب خلص، وابتديت احط حليب عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله، وهيخلي القرص بتاعتي حلوه برضو طريه ما فيهاش اي حاجه. لو انتي الزبادي بتاعك خلص مثلا ولسه العجينه ما لمتش نفسها، ممكن تحطي ميه دافيه. لو انتي ما عندكيش لبن او ما عندكيش حاجه تانية تزودي بيها، حطي ميه دافيه عادي ما فيهاش اي مشكله، بس ما تعجنيش القرص كلها بميه، علشان مش هيبقى فيها طعم برضو اللبن. اللبن بيديها طعم وبيديها لون وبيديها ريحه حلوه. انا كده خلاص عجنتها في الطبق، وهبتدي بقى انزلها على المفرش بتاعي واعجنها كويس جدا لمدة 10 دقايق. لو عايزة تزودي عن كده ما فيهاش اي مشكلة. لو عايزة تعجنيها في العجان، هيبقى اسهل طبعا بالنسبة لك. بس انا ما عنديش عجان، فبعجنها بايديا زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تريحي كل فترة والتانية وبعدين ترجعي تعجني تاني، برضو ما فيهاش اي مشكلة. يعني هتريحي دقيقة او دقيقتين كده وبعدين ترجعي تعجني تاني، مفيهاش اي مشكلة خالص.
لازم بقى الم العجينة بتاعتي كويس جدا وتبقى ملمسها ناعم وطرية. هنا بقى انا سبتها تخمر ساعة او ساعة ونص، وبعد كده جبتها علشان هقرصها او هقطعها زي ما انتوا شايفين كده، وجبت الميزان علشان احط عليه اوزن القطع بتاعتي عشان كلها تبقى قد بعضها مش اكتر من كده. انا عملت اول مقاس عملته 50 جرام، وتاني مقاس عملته 35 جرام. لو انت مش عايزة توزني يعني على الميزان ما فيهاش اي مشكلة، ايدك طبعا ميزان لوحدها، اعملي القرص على قد ما انت عايزاها يعني ما فيهاش اي مشكلة خالص. ده الجزء اللي هو 35 جرام، وزي ما قلتلك لو مش عايزة تستخدمي الميزان ما تستخدميهوش، مش ضروري يعني خالص. انا بس حبيت اعرفكم ان انا بعمل القطعة قد ايه. ولو خدتوا بالكم ان انا على طول يعني بطلعها هي نفس المقاس. هنا بقى حطيت كيس اللي هو اكياس التلاجة دي في الصينية، وحطيت عليها القرص، وبعد كده هغطيها بالكيس برضو، وبعدين هغطيها بفوطة او بالمفرش اللي انا حطاه تحت ده، وهسيبها ربع ساعة يا دوب بس ترفع نفسها تاني علشان لما اجي افردها تكون كويسة معايا ما تلمش تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا ابتديت بفردها على الدايرة الصغيرة اللي في المفرش دي، وهسيبها بقى احطها في الصينية بتاعتي مش مدهونة اي حاجة ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص، وهحط فيها القرص بالشكل ده، وهسيبها ترفع كمان في الصينية ربع ساعة. لو انت عايزاها بقى سمك اقل من كده هتبتدي بعد ما ترفع في الصينية هتبتدي تبططيها تاني وهي في الصينية زي ما هي. لو انت عايزاها سمكها عالي مش هتبططيها تاني ولا هتيجي جنبها، هتدخليها الفرن على طول. يعني عايزة اقول لكم السمك اللي انا عملته ده دلوقتي هيعلى تاني اكتر من كده في الصينية لما تسيبيه يرتاح ربع ساعة، وكمان هيعلى في الفرن لما تدخليه الفرن هيعلى تاني برضو. الفرن انا لسه ما شغلتهوش، لو خدتوا بالكم انا لسه ما شغلتش الفرن خالص. انا هشغل الفرن بعد ما اعمل اول صينية معايا هبتدي اشغل الفرن، هيقعد ربع ساعة علشان القرص بتاعتي تعلى هي كمان على بال ما اجي ادخلها الفرن. ولو انا عايزة بقى ابططها هبططها، مش عايزة هدخلها على طول الفرن. درجة حرارة الفرن هتبقى 180 او درجة حرارة متوسطة، بلاش درجة حرارة عالية، وبلاش تشغلي الشواية خالص عليها عشان تاخد وش لون من فوق يعني. ما تشغليش الشواية خالص، هي بس الشعلة اللي تحت. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل لها شكل بس بالشوكة، مجرد شكل مش اكتر، ومش هتهبط ولا هيجرى لها اي حاجة، بالعكس هي هتعلى اكتر من كده، فما تقلقوش خالص، ده مجرد شكل بس مش اكتر. زي ما قلت لكم درجة الحرارة متوسطة، وما بتقعدش في الفرن معاكي اكتر من ربع ساعة، وما ما تشغليش عليها الشواية خالص لان هي مش هتبقى محتاجة، هي هتحمر معاكي من فوق ومن تحت، ما فيهاش اي مشكلة خالص. اول ما بتطلع من الفرن بصوا ده سمكها اهو، وهتعلى بقى معايا بعد شوية وهتعلى تاني. اول ما طلعت من الفرن رشيتها بمية زي ما انتوا شايفين كده، وهغطيها بفوطة علشان تفضل طرية معايا، لان هي طبعا اول ما بتطلع معاكي من الفرن بتبقى ناشفة شوية، بس لما بترشي المية وبعد كده بتغطيها بتبقى معاكي حلوة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيش لايك وتعليق حلو من ايديكي، وشكرا جدا ليكم.